الاهلي امبارح كان كله موجود بقياده الكابتن محمد يوسف والجهاز الفني. كان كل المدربين اللي كانوا خدوا بطولات مع النادي الاهلي كانوا موجودين طبعا، اللي هم على قيد الحياه طبعا. يعني امبارح كان موجود كابتن محمود السايس، وكابتن محمود السايس طبعا كابتن عبده صالح الوحش الله يرحمه طبعا تسلم جايزته. حصل تكريم لكل المدربين اللي حصلوا على القاب مع النادي الاهلي. كابتن عبده صالح الوحش حصل على جايزته او تكريمه امبارح. الشيخ طه اسماعيل، الشيخ طه اسماعيل كان موجود وكان تولى النادي الاهلي وفاز ببطولات مع النادي الاهلي. كان موجود كمان احمد الجوهري، احمد محمود الجوهري طبعا، واول بطوله حققها النادي الاهلي كانت على ايد، او ثاني بطوله كانت على ايد كابتن محمود الجوهري، وتسلم الجائزه احمد محمود الجوهري. مستر مانويل جوزيه كان موجود، كابتن حسام البدري كان موجود، كابتن انور سلامه كان برضو تم تكريمه في الحفله، ولكن هو كان لظروف وجوده في بورسعيد وماتشات النادي المصري والمعسكر بنته ليلى انور سلامه تسلمت جائزه التكريم. فكانت حفله جميله جدا، ولكن في البعض في النادي الاهلي زعلان جدا. يعني البعض في النادي الاهلي وحتى كانوا يعني كلموني وعايزين يعملوا مداخلات، زعلانين جدا من عدم دعوتهم للحفله، زي مثلا كابتن شادي محمد، زي كابتن هشام حنفي، زي كابتن محمد عماره، كابتن وليد صلاح، كابتن ماهر همام. يعني في مجموعه كبيره ما تمش دعوتها. وشادي محمد، كابتن شادي محمد كابتن اكتر واحد في النادي الاهلي او اكتر كابتن شال كؤوس، كانوا واخدين على خاطرهم شويه من اداره النادي الاهلي. تعالوا نشوف الحفله ايه اللي حصل فيها، ونشوف كده ونستعرض تقرير عن حفله النادي الاهلي وحصوله على اكتر القاب في العالم قاريه، 19 لقب، ونرجع تاني مع بعض. واللي قدم الحفله امبارح الكابتن احمد شوبير طبعا، وكان موجود على الستيج كابتن محمود الخطيب بيسلم التكريمات والجوائز لكل النجوم اللي ساهمت في تاريخ النادي الاهلي. تعالوا نشوف الحفله مع بعض ونرجع تاني.